جماعه النهارده هعمل ماكت لمنطاد قديم وهيطلع في فيلم قريب، هيبقى جامد قوي بجد. وفي الاول جبت بالونه كبيره ونفختها علشان هتبقى اقرب حاجه لشكل المنطاد، ودهنتها غير ابيض، وبدات اثبت مناديل بس فرقعت بعدها على طول. فنفخت واحده تانية وتالتة وقعدت اثبت بغيرها ومناديل، وكل ما الكميه كانت بتزيد كنت بخاف من البوليكه اكتر. ولما الفكره نجحت جبت مناديل كتير وزودت ميه جامد وعملت اكتر من طبقه علشان شكلها يظبط، وسبتها شهرين تنشف خالص. وعلشان اعمل الجزء اللي تحت اشتريت قماش وخيط علشان دي اكتر حاجه هستخدمها، وجبت اللمبه بتشتغل ببطاريه علشان تبقى الشعله اللي جوه المنطاد، وحاجات تانية الفيديوهات اللي جايه. وخدت العلبه دي قطعت جزء منها وقصيت حته قماش وثبته بشمع، وبعدها لفيت عليها خيط علشان يدي تفاصيل اكتر والفينش يبقى احسن. وجبت قماش ابيض وخدت منه جزء على قد العلبه وثبته بشمع من كل الجوانب. ولما نشف قلبت القماش وقطعت الزيادات، وعملت برده سجاده عشان تقفل باقي الشكل من جوه. وعلشان اعمل خيط بسمك اكبر جبت 4 قطع وثبتهم في الدريل علشان الفهم على بعض، وثبتهم من الاطراف علشان اعمل الجزء اللي هيتشال منه الكابينه. وكسرت عيدان خشب علشان اعمل بيها السلم وثبته في ارضيه المنطاد، وعملت برده شويه تفاصيل بالوان تانية. وجبت مواسير رفيعه خدت منها قطع ولزقتهم من الجنبين ولفيت عليهم خيط برده عشان دي القطعه اللي هتشيل الحمل كله. وعملت الحته دي من نفس العلبه وغطيتها برده. وفي الاخر ثبت الحبال وربطتها بنفس طريقه المنطاد الحقيقي، وقطعت الزيادات وظبطت التفاصيل، وجبت اللمبه ركبتها. ودي كده النتيجه. لسه هغير جزء البالونه بخامه تانية واخلي الحبال اكبر، وقولي تفاصيل تانية برده، واصور وانا بعدل عليها واحكي لكم حكايتها ولا لا. قولوا لي رايكم، فولو لايك لو عجبك الفيديو.